مع استمرار أجواء الحر التي تعم بلادنا هذه الأيام، لا زالت المدن الساحلية تستقبل أفواج المصطافين من مختلف المناطق للاستمتاع بالشواطئ ولقضاء ما تبقى من العطلة الصيفية. النموذج من شاطئ عين دياب بالدار البيضاء في روبورتاج ليلى أسلي وأحمد الحمري. الصور من شاطئ عين دياب، ملجأ البيضاويين والوافدين على الدار البيضاء للاستجمام والانتعاش في ظل الأجواء الحارقة التي تجتاح المملكة هذا الأسبوع. المصطافون شيب وشباب، رضع وأطفال، كل يجد ضالته ويستمتع بعيدا عن الروتين اليومي وصخب المدينة. كنهبطوا هنا كنتبردوا على حساب كيكون في الدار الجو سخون، كنجيبوا وليدات ديالنا وكنجلسوا كنتبردوا شويه، كنستمتعوا بالوقت هنايا صافي وكنمشيو. دائما كنجيو لعين دياب لان هو قريب وجا بوسط المدينه ديال الدار البيضاء، وكنجيو ملي كتكون الحراره كنجيو نتبحروا دائما نجيبوا الوليدات ونجيو نريحوا في البحر. شاطئ عين دياب مزيان، كنجيو لي انا الوالد والوالده والدار الدراري خوتي. شاطئ عين دياب مزيان، كنضلوا فيه من الصباح حتى العشيه. كنجيو هنا كنلقاو الجو شويه بارد، كنتبحروا كنحيدوا ديك الحراره اللي كتكون، كنبدلوا عاوتاني الروتين ديال الدار. فبحثا عن الرطوبة والانتعاش يلجأ المصطافون إلى الشواطئ، ومن أجل الاستجمام تنظم مقابلات رياضية بين الأصدقاء ومسابقات تجر المصطافى إلى إكمال يومه في جو من الراحة والمتعة. عندنا ديجا داك لاسيمين تكون شويه عامره، تنسيو ناس نلعبوا شويه ديال الفوتين، تنديروا مع صحابنا، المهم تنشطوا شويه وما تلقاوش محسن من هذا الشاطئ، وباش نطلبوا من الجميع انه يحافظ على الشاطئ، انه الشاطئ ديالنا وديما غيبقى ديالنا. كنلعبوا كره، كيتنظموا مسابقات في باسكيت، كره، في الهوند، كنشاركوا انا والدراري الاصدقاء ديالي وكنشطوا كنمشيو بحال هادنا. الحمد لله ما كاين لا مشاكل لا والو. اقرب شاطئ لينا وشاطئ نقي وزوين، فيه كتلقى فيه ناس زوينين. وبالنسبه لكم شنو هي الانشطه اللي كديروا هنايا في البحر؟ كنجيو بكري شويه نلعبوا كره، راكيت، تينيس، في العشيه كنقلبوا عومان صافي وكنمشيو بحال هذا. الشاطئ يبقى ملاذ البيضاويين في ظل الأجواء الحارة، وحفاظا على جماليته ولوائه الأزرق، فالكل مطالب بالانخراط في احترام المعايير المؤدية إلى ذلك. حديث